احنا نظلم الشخص. نحدد مثلا انه لازم يكون فرضا تخصصه علمي عشان يدخل ذا المجال. لا، هو ما يعتمد على الذكاء العقلي بالذات في الإعلام، يعتمد على ذكاء المشاعر وذكاء الاجتماعي. كيف تكوني يعني عندش توازن دقيق في ردة الفعل بالنسبة لي وبالنسبة للطرف الآخر. كيف متى أغضب، متى أطرح السؤال، متى أني أكون ردي بطريقة لبقة للضيف. فبعض الأحيان أنا أظلم الطرف الآخر إذا أخذت معايير أو قيم معينة أنه لازم يكون تخصصه مثلا العلمي كذا وكذا وكذا. يمكن يمتلك من الكاريزما والذكاء العاطفي والذكاء الاجتماعي اللي الآن يعتبر هو أساس النجاح، أفضل من يكون تخصص علمي. اوكي. طب ده رقم واحد معي الاختيار. رقم تاني، ثاني حاجة لازم يكون في اختبارات ميدانية. لازم احط الشخص في مرحلة تطبيق عملي بين نماذج مختلفة، عربية وغير عربية، بين المدعي المعرفة غير الشخص اللي بيمسك بالكلمة. فعلى اساس اني هي مش الحكاية ان نظري، الحكاية في التطبيق العملي. انا بستفيد يعني في احدى الشركات بدون تسويق، إحدى شركات السيارات لقت إن الإيراد حق السيارات جدا متأخر. حاولت تعرف وش الأسباب الأساسية في إن هذا تراجع المدخول أو الإيرادات. لقت إن الأشخاص تبع تخصص علمي معين ما في ابتسامة، ما في قبول، ما في تقبل الآخر. هذه من ضمن المعوقات اللي تكلمنا عنها البقع العمياء، إن أنا بنظر للحاجة بطريقة جزئية مش الصورة، أو إن أنا أجلد ذاتي مجرد إن صار صراع بيني وبين المدير على حاجة معينة، فأنظر إلى ذاتي بطريقة دونية، بطريقة إن أنا قاعدة أجلد ذاتي، ما أعطي نفسي مساحة واسعة إن أنا أقدر. غلط. بس في مجال زي ما ذكرتي حبيبتي منى، أنا لا أسمح لأحد بالدخول إلى عقلي بأقدام متسخة غاندي. أي شخص بيكون في ناحية سلبية المفروض أبعد عن ذاتي. عموما لما عملوا اختبار لحوالي 3000 موظف، لقوا إن أكثر الموظفين مفتقرين لنوع التفاعل، نوع الابتسامة. هي مش القضية شهادة علمية وأنا أفتقر لأبسط أنواع التواصل بيني وبين الطرف الثاني. القبول لازم يكون عنده ذكاء. ثالث حاجة احنا قلنا الاول حاجه الذكاء العاطفي والذكاء الاجتماعي والمعايير، وبعدين الاختبارات الميدانيه. الاختبارات الميدانيه. الشيء الثالث من وجهه نظري اختبره بطريقه غير مباشره، بمعنى ان بعض الاحيان يكون بيني وبينك نوع من العداوه او نوع من الاختلاف، بيني وبينك في العمل، بيني وبينك في الراي، بيني وبين احطك في نصب الحل. بعض الأحيان أنا أظلمش منها لأنه مش متقبلة تنش، مو متقبلة بيئة. لا، أنا أتكلم في ناحية الشغل، سواء من ناحية ذاتية أو حتى من ناحية إعلام. أحمد قال حاجة جدا جميلة، إن أنا أبدأ بالطفل. لما الطفل هو نواة المستقبل، لما باجي في لحظة من اللحظات أبغى أزرع، لازم الأرض تكون خصبة عشان البذرة ثمارها تطلع بطريقة صح. هذه جزئية بسيطة.